كريم، يا كريم اصحى يا حبيبي، يلا هتتأخر على المدرسة. مدرسة؟ أنا فاكر الكلمة دي، هو يعني إيه مدرسة؟ كريم، هو أنا هفضل أصحي فيك كتير؟ يلا عشان تروحي المدرسة. يوه برضه، حاضر يا ماما، أنا بحاول أنسى يعني إيه مدرسة وبرضه بتصحوني عشان أفتكر. أنا مش عارفة أعمل معاك إيه، كسول جدا. أما أروح أصحي مصطفى أخوك. اتفضل قوم يلا. مصطفى، يا مصطفى يلا يا حبيبي عشان تروحي المدرسة. يا ماما، هو أنا لسه بروح المدرسة؟ ما أنا خلاص كبرت وبروح الجامعة. مصطفى فوق أنت كمان ورد عليا. انت عايزاني بس افتح عيني واصحصح ليه يا ماما؟ ما انا بكلمك وانا نايم اهو، انا سامعك، اتكلمي يا ماما. أتكلم إيه؟ قوم يلا عشان تروحي المدرسة، هو أنا هفضل أصحي فيك أنت وأخوك؟ يلا اتفضل قوم. برضه لسه ما صحيوش؟ أمر لله، أطلع صحيهم تاني. مش كنت صحيتهم أنت قبل ما تروح الشغل يا علي، بدل ما أنا كل شوية صحي فيهم ومش راضيين يقوموا. مصطفى يلا قوم، يا خسارة كان نفسي يكون عندي بنات. بنات؟ بنات ايه يا ماما؟ ما احنا احسن من البنات، انا صحيت خلاص اهو. لا البنات أحسن، بس أنا حظي بقى إن أنا عندي ولاد. ولد يا كريم يلا قوم، أنت هتفضل نايم؟ ما هو أنت لو بنت كنت بقيت أحسن من كده، على الأقل كنت هتصحى لوحدك وتساعدني. يا بنت ايه بس يا ماما؟ احنا احسن من البنات طبعا، هتشوف النشاط اهو، هروح البس يلا عشان اروح المدرسة. إيه البنات؟ طب ده البنات حلوين قوي وكيوت وطيبين، كان نفسي يبقى عندي بنوت، بس يلا بقى الحمد لله حظي كده. هو بابا مشي بدري ليه يا ماما؟ حظكم بقى، عنده شغل مهم اضطر يمشي بدري، عشان كده بقى كنتوا براحتكم وتأخرتوا على المدرسة. اتفضل مصروفك انت وهو. شكرا يا ماما، شكرا يا ماما. بقول لكم ايه، مش عايزة مشاكل في المدرسة، فاهمين؟ حاضر يا ماما. يلا مع السلامة. ربنا يهديكم يا ولادي. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة، واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رأيكم في الفيديو. يلا حالا اعملوا لايك، بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا. انا ملاحظة كده ان انتوا بدأتوا تطلبوا طلبات. على فكرة انتوا هنا في ملجأ، مش فاكرين نفسكم في بيت اهاليكم. أيوة احنا من حقنا يبقى لنا طلبات، مش انتي مشرفة هنا وبتاخدي مرتب عشان تشوفي طلباتنا؟ انتي بقى مش بتعملي حاجة من دي، انتي مش بتأكلينا كويس ولا بنلبس كويس، كل اللبس اللي بيجي من التبرعات بتاخديه وتبيعيه وتضحكي علينا وتاخدي الفلوس. ايوه انتي بتعملي كده، بتضحكي علينا وتاخدي الفلوس. ايوه احنا عايزين حقنا، احنا المفروض في الملجأ هنا نعيش كويس. أيوة من حقنا نعيش كويس، أنا خلاص مش هسكت على الظلم ده، احنا عايزين لبس غير اللبس المقطع اللي احنا لابسينه ده. البنات دول كلهم كانوا ساكتين، مفيش واحدة فيهم بتتكلم. انتي بقى اللي عاملة فيها الزعيمة، اللي بتساعديهم في طلباتهم. طب انتي بقى محرومة من الأكل طول اليوم، وكمان هحبسك. كل ده عشان بتكلم في الصح؟ لا، ما انا مش هخليكي تتكلمي تاني، يلا قدامي على الأوضة. بنات ما بتسمعش الكلام. الست دي ظلمة، المفروض الإدارة تغيرها ويجيبوا واحدة تانية طيبة، بس هم هيعرفوا منين؟ كل لما اللجنة بتيجي بتعمل أحسن أكل وبتلبسنا لبس كويس، ومفيش واحدة بتقدر تتكلم. أنا لو كبيرة كنت قدرت أتصرف معاها، أنا لازم أهرب من الملجأ هنا، بس ههرب أروح فين؟ مش مهم، حتى لو هقعد في الشارع أحسن من الظلم اللي هي معيشانا فيه. دي بتضرب ضرب جامد قوي، أنا لازم أهرب بالليل بعد ما هي تنام. أنا هخرج من هنا، بس لأ، هي بتقفل الباب بالمفتاح بالليل، هخرج ازاي؟ أكيد هلاقي وقت أهرب فيه. يلا اقعدوا كلكم عشان تاكلوا، وبعد ما تاكلوا تنضفوا المطبخ والأطباق، فاهمين؟ فاهمين يا مس، ده أحسن وقت أهرب فيه وهي مش واخدة بالها هي والبنات. أطلع من باب الجنينة وأهرب، بس يا رب بقى ما يشوفوني. يا بنت الايه يا حلا، دي هربت. يا ميس يا ميس، حلا هربت، شفتها وهي بتجري من الباب، هربت. طب يلا نجري وراها بسرعة. يا خبر، دول بيجروا ورايا. أنا تعبت قوي، مش قادرة، استخبى فين استخبى فين؟ أما استخبى هنا وبعد كده أبقى أمشي.
أنا خايفة قوي. ماما ممكن ننزل نلعب كورة في الجنينة؟ لا، انتوا ما خلصتوش الواجب وما ذاكرتوش. ما احنا يا ماما هنلعب كورة عشان نبقى رياضيين ونتنشط والذاكرة تشتغل وبعد كده نذاكر. لا، هتذاكروا الأول. خلينا نلعب شوية كورة وأوعدك هنخلص الواجب ونذاكر. ماشي، هسيبكم تلعبوا نص ساعة وبعد كده تطلعوا تذاكروا وتحلوا الواجب. اتفضلوا، هحسب لكم نص ساعة بالدقيقة. ماشي يا ماما. ربنا يهديكم. يا خبر أبيض، إيه الولاد دول أصحاب البيت وكمان جايين يلعبوا كورة. أعمل إيه دلوقتي؟ أنا لو خرجت من ورا الشجرة هيشوفوني. إيه ده؟ دي الكورة جاية عندي. امشي يا كورة، ما تجيش هنا. اهي الكورة. ايه ده؟ انت مين؟ انت مستخبية هنا ليه؟ أنا انت حرامية يا ماما يا ماما. أرجوكم، أنا مش حرامية، سيبوني أمشي. لا انت مش هتمشي يا ماما يا ماما. أكيد بيتخانقوا. مالكم يا ولاد، في إيه؟ إيه ده؟ مين دي؟ دي حرامية يا ماما، لقيناها مستخبية هنا في الجنينة. حرامية؟ لا والله صدقيني، أنا مش حرامية ولا حاجة. لا يا ماما ما تصدقهاش، دي كانت مستخبية ورا الشجرة، يعني كانت عايزة تدخل البيت واحنا مش واخدين بالنا وتسرق. صدقيني حضرتك، أنا بجد مش حرامية. طيب احكي لي حكايتك، انت مين؟ تشرفنا يا ست حلا، هو احنا يعني اما نعرف اسمك هنبقى عرفنا انت مين؟ اسكت يا كريم، خليها تقول مين دي. قولي لي يا حبيبتي، انت مين؟ أنا كنت عايشة في الملجأ. كنت عايشة في الملجأ؟ يبقى طردوكي عشان لقوكي حرامية. يا مصطفى خلاص بقى، خليني اسمع الحكاية. كملي يا حبيبتي. المشرفة اللي في الملجأ كانت بتعاملنا وحش جدا، وكانت بتستخدم الضرب كتير قوي، واللي بيضايقها بتحبسه. وأنا بصراحة قررت أهرب، حتى لو هعيش في الشارع أحسن من إني أعيش هناك. طيب وانت كنت عايشة في الملجأ ليه؟ اهلك مش عايزينك، ولا كنت تايهة وانت صغيرة، ولا انت ايه حكايتك؟ أنا معرفش حاجة عن حكايتي. أنا كبرت لقيت نفسي في الملجأ، وهم قالوا لي إن أنا كنت بيبي صغيرة، لقوني في الشارع. انت مسكينة قوي. طيب انت هربت من الملجأ، هتروحي فين؟ مصطفى هي ماما بتكلمها بحنية كده ليه؟ مش عارف يا كريم، هي هتحبها ولا ايه؟ عارفة يا حالة ان انت صعبانة عليا قوي. يعني مش هتسلميني للشرطة وهتسيبيني أمشي؟ يا ماما وهتسيبيها تمشي؟ سلميها للشرطة. أرجوكي ما تسمعيش كلامهم، ما تسلمينيش للشرطة. أنا أصلا ما سرقتش حاجة، أنا كنت مستخبية ورا الشجرة بس. كريم، مصطفى، اتفضلوا ادخلوا جوه. يا ماما احنا واقفين معاكي عشان لو عملت حاجة. اسمعوا الكلام. أنا آسفة. تعالي يا حبيبتي ادخلي، اقعدي معايا جوه. ايه ده يا ماما؟ كمان دخلتيها وقعدتيها هنا؟ خدي يا حبيبتي اشربي العصير ده عصير شوكولاتة حلوة قوي. شكرا يا طنط، ده عصير جميل قوي. ألف هنا يا حبيبتي. حضرتك طيبة قوي. وانتي كمان كيوت قوي. أنا مش عارفة مين الناس اللي ما عندهمش قلب يسيبوا قمر زيك كده في الملجأ. طيب إيه رأيك يا طنط تشتغلي أنتي المشرفة في الملجأ؟ لا، أنا مشرفة على ولادي الاتنين اللي مطلعين عيني. يا ريت كانت المشرفة اللي في الملجأ طيبة زيك كده، أكيد كنا هنبقى مبسوطين. أنا لازم أبلغ عنها إدارة الملجأ عشان يغيروها. بعد إذن حضرتك بقى أنا همشي. لا مش هتمشي، انتي هتتغدي معانا وبعد كده هروح معاكي الملجأ. أرجوكي ما ترجعنيش الملجأ تاني. لا ما تخافيش، مش هرجعك الملجأ، أنا هتبناكي. هروح معاكي الملجأ، هعمل الإجراءات وأخلص الأوراق عشان أخد الموافقة. هتتبنيني أنا؟ أيوة، أنا كان نفسي يبقى عندي بنوتة جميلة. يعني هتاخديني أنا أبقى بنتك؟ أيوة يا حبيبتي. ماما هتتبناها؟ يا دي المصيبة. السلام عليكم، ازيك يا عبير؟ وعليكم السلام، أهلا، إزيك يا علي؟ ايه ده يا عبير؟ مين البنت دي؟ دي حالة. ايوه ماشي، انا مش بسألك على اسمها، انا بسألك مين دي؟ دي بنت مسكينة كانت عايشة في الملجأ. عايشة في الملجأ؟ طيب وبعدين؟ جاية عايزة ايه يعني؟ أصل في الملجأ يا علي كانوا بيعاملوها وحش جدا، وبعدين البنت هربت منهم. بقولك إيه، تعالى نطلع فوق وأنا أفهمك الحكاية. استنيني هنا يا حالة، هنزلك حالا. ممكن تفهميني بقى؟
البنت دي يا علي صعبت عليا قوي، كانوا بيعاملوها وحش قوي في الملجأ، وهربت منهم واستخبت في الجنينة، وملهاش أهل خالص، دي يتيمة. أنا قررت أتبناها. يا سلام، وانت بقى بتصدقي الحكاية دي تلاقيها حرامية ومتفقة مع عصابة. إيه اللي أنت بتقوله ده يا علي؟ هو أنا عبيطة ولا إيه؟ أنا طبعا هروح الملجأ اللي كانت فيه وأسأل عليها، ما أنا أكيد هعمل الإجراءات عشان أتبناها. أنا مش موافق على اللي انت بتقوليه ده. سامع يا مصطفى؟ دي ماما قررت تتبناها وبتتناقش مع بابا. انا متأكد ان بابا مش هيوافق. هو احنا هنستنى اما يوافق ولا لا؟ تعالى معايا. بقول لك ايه اللي اسمك حالة، انت مسكينة وطيبة وصعبانة علينا. انا عايزة انصحك نصيحة، عايزة اقول لك امشي من البيت ده بسرعة. امشي بسرعة ليه؟ اصل ماما اللي انت فاكراها طيبة دي مش طيبة ابدا، دي بتنكش شعرها واللي بتلاقيه قدامها بتضربه. ايوه، ده انا حتى شفت منها كتير قوي. خلاص يا عبير، أمر لله هوافق، بس لازم تسألي عنها كويس. ما تقلقش، أنا لازم أسأل طبعا وأطمن، أما أنزل أشوفها بقى أحسن، قاعدة لوحدها وخايفة خالص. يلا امشي بسرعة يا مسكينة قبل ما تشوفك وانت ماشية وتحبسك. طيب خلاص أنا همشي. إيه ده؟ رايحة فين يا حلا؟ أنا عايزة أمشي، مش عايزة أقعد هنا. ليه يا حبيبتي؟ أنت خايفة من عمو علي؟ ده طيب جدا وهيحبك قوي زي باباكي بالظبط. لا، كريم ومصطفى قالوا لي إن عمو علي بيتحول بالليل، وأنت كمان بتنكشي شعرك وبتعضي. إيه؟ أنا؟ كريم؟ مصطفى؟ مبسوط كده يا كريم؟ اهو احنا هنتهزق. ما كانت جريت هي كمان بسرعة قبل ما تشوفها. نعم يا ماما. إيه الكلام اللي أنا سمعته ده؟ أنا بنكش شعري وبعض وبابا بيتحول؟ انا قلت كده؟ احنا ما قلناش كده خالص يا ماما. انتوا بتكذبوا، على فكرة الكذب حرام، انتوا اللي قلتولي كده. وبعدين بقى مع البنت دي، سامعين قالت لكم إيه؟ احنا يا ماما كنا بنهزر معاها. ايوه يا ماما كنا بنهزر. طيب هو ده هزار؟ حد يقول على مامته الطيبة الجميلة كده؟ شايفين وسامعين اللي كانت قاعدة في الملجأ بتقول إيه؟ فعلا الأخلاق والأدب مش محتاج تعليم، ده كده لوحده بالفطرة. على فكرة انتوا كان ممكن تقولولي احنا متضايقين منك وعايزينك تمشي، مش عايزينك تعيشي معانا، وانا همشي وخلاص، لكن مش لازم تكذبوا كده. أيوة كده يا حلا، قولي لهم جايز يتعلموا منك. واضح كده ان ماما هتحبها قوي. على العموم يا طنط شكرا قوي، بعد اذن حضرتك انا ماشية. تمشي تروحي فين؟ لا طبعا مستحيل، انت فعلا بنت مؤدبة، وانا قررت ان انت تعيشي معانا وتبقي اخت لمصطفى وكريم. يا دي المصيبة، يعني احنا اصلا كنا مرتاحين ان احنا ملناش اخوات بنات، تجيب لنا واحدة من الملجأ بقى تعمليها اختنا؟ ما تزهقش نفسك يا كريم، اكيد هنمشيها برضه. انا مش عايز حد يكون متضايق مني. لا طبعا مفيش حد هيبقى متضايق منك. يلا بقى انا هحضر الغدا ونتغدى كلنا، وبعد كده نروح الملجأ نشوف حكاية الأوراق بقى. ايه ده يا ماما؟ هي تقعد تاكل معانا بشكلها ده؟ لا طبعا، تعالي معايا يا حلا، انا حضرت لك لبس في الحمام وفوطة وشامبو عشان تاخدي دش حلو. هو حضرتك عندك لبس بنات صغيرين؟ لا للأسف، أنا بصراحة أخدت لك لبس من دولاب مصطفى، لحد بقى أما ننزل أنا وإنتي أشتري لك كام طقم كده تلبسيهم ويبقوا حلوين عليكي. يا ريت المس اللي في الملجأ كانت طيبة زيك كده، ما كنتش هربت خالص. ده حظي أنا اللي حلو عشان بنت كيوت وجميلة زيك كده تعيش معايا. يلا ادخلي بقى على ما أحضر الغدا. ايه ده؟ انت فتحت الدولاب واخدت لبس من بتاعي؟ دي ماما عبير هي اللي اديتهولي. ماما؟ مالك يا مصطفى، في إيه؟ انت ازاي يا ماما تديها لبس من بتاعي؟ معلش هبقى أشتري لك غيره، أنا هنزل النهاردة أنا وهي أجيب لها لبس كتير قوي. تشتري لها لبس؟ طيب ما تشتري لنا احنا يا ماما لبس وتديها القديم بتاعنا. إيه اللي بتقوله ده؟ لا طبعا، دي خلاص هتبقى بنتي، يعني زيها زيكم بالظبط. ماشي يا ماما. اساعدك في حاجة يا ماما عبير؟ انا شاطرة وبعرف اعمل حاجات كتير قوي. انتي مش هتعملي حاجة غير انك بس تاخدي الأطباق تحطيهم على السفرة. حاضر. أنا دايما بقول البنات حنينين وتساعد مامتها وبتبقى جنبها. يلا يا كريم روح قول لبابا الغدا جاهز. بابا نازل اهو. ايه ده؟ انت قاعده مكاني ليه؟ ده مكاني اللي انا متعود اقعد فيه. كريم أنا حطيت لك كرسي جنب أخوك، اقعد جنبه. ماليش دعوه، هي تاخد مكاني ليه؟ اسمع الكلام بقى يا كريم واقعد عشان تاكل بدل ما ازعل منك. يوه حاضر. هما متضايقين مني ليه؟ هو انا عملت لهم حاجة؟ هما بس مش حاسين بيا. يعني ايه الاقي بيت حلو اعيش فيه وام طيبة تعاملني كويس؟ دول لو جربوا يوم واحد في الملجأ هيكرهوا نفسهم. أهلا وسهلا بيكي يا حلا، انت من النهاردة بقيتي زي بنتنا، إن شاء الله هنروح معاك الملجأ عشان نخلص الإجراءات. انتوا فرحتوني قوي بكلامكم الجميل ده.